في فيديو النهاردة هنعمل أحلى وألذ غدا ممكن تعملوه. هنعمل بطاطس بالفراخ بطريقة صحية جدا وسهلة وسريعة، ما خدتش مني غير ساعة الا ربع بالظبط وكان جاهزة معايا. عاملة معاها رز أبيض كنت قدمته معاكم قبل كده، فما عملتوش المرة دي في الفيديو ده. البطاطس والفراخ يعني وصفة من أحلى وأسهل وأخف الوصفات اللي ممكن تعملوها. يلا نشوف اتعملت ازاي، بس الأول تابعوني واعملوا لايك وشير وسبسكرايب أو اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ بقى بالمكونات على طول. عندي هنا دبابيس فراخ كنت متبلاها معاكم قبل كده في فيديو التتبيلات، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هفكركم على طول بالتتبيله. كنت متبلاها بملح وفلفل وميه بصل وميه طماطم و3 فصوص حبهان، وكنت حاطه عصير ليمون ومعلقتين عسل اسود، وكمان كنت حاطه معلقتين زيت والزبادي طبعا. تبلتها وشلتها في الفريزر. عندي هنا بقى بقيه المكونات: بطاطس مقطعه مكعبات، تقدروا تقطعوها اي تقطيعه انتوا حابينها، ومعلقه زبده، واحط عليها معلقه زيت كبيره. تقدروا تستغنوا عن الزبده لو مش حابينها، بس الزبده اللي انا بستعملها صحيه لان هي بلدي 100%. واحط عليهم معلقه ثوم مفروم صغيره ومعلقه كبيره زعتر. الزعتر بيفرق جدا مع البطاطس. عندي بهاراتي بقى ايه: بابريكا، كاري، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل، كمون. الملح والفلفل والكمون بحط ربع معلقه من كل حاجه، بقيه الحاجات التانية معالق صغيره. هحط كل البهارات دي على البطاطس، وبعد كده بقلبها كويس بالشكل ده. اتاكد ان البطاطس كلها اتبلت كويس. انا كنت بعمل بطاطس دي واحطها كده في الفرن، بتبقى مشويه وطعمها حلو جدا، بس بقطعها بالطول. المره دي بقى قلت اغير شكلها بما ان انا هحطها في صينيه. كده البطاطس معايا اتبلت كويس. كمان البطاطس دي بتمشي جنب المشويات حلوة قوي، يعني كصنف جانبي كده جنب اي حاجة، زيها زي السمبوسة بتبقى حلوة. جبت هنا بقى كيس حراري وحطيت فيه معلقة دقيق وفضيتها عشان الفراخ ما تلزقش في الكيس، وحطيت البطاطس كلها. شايفين خفيفة جدا، ولا هنحط بصل ولا هنحط طماطم ولا فلفل ولا اي حاجة خالص. وهحط عليها بقى دبابيس الفراخ. تقدروا تستخدموا اي قطعة في الفراخ غير الدبابيس لو مش حابينها. انا بجيب الدبابيس لان ولادي بيحبوها. ممكن تحطوها مع فرخة كاملة، ممكن صدور، ممكن دبابيس زي كده، اي حاجة. هحط بقى الدبابيس. العسل الاسود اللي بحطه في التتبيله بيدي لون تحفه للفراخ مع اي حاجه برضو، يعني اي قطعه في الفراخ مع المشويات عامه بيديلها شكل ولون حلو قوي، وما بيديش طعم المسكر اللي بيبقى في العسل. بالشكل ده كده. هقفل بقى الكيس. اول كيس كان بيكون ليه رباط بس ضاع مني، مش عارفه راح فين دلوقتي. المهم ان انا هربطه بالشكل ده. انا لقيته بعد كده وقفلت بالكيس يعني. بالشكل ده كده. وكنت مسخنه ميه، احط كوبايه ميه صغيره في الصينيه وهخرم الكيس بالشكل ده. وعلى الفرن على طول. خدت مني بالظبط حوالي ساعة الا ربع، كانت مستوية والفراخ مستوية والبطاطس كمان، هتشوفوها معايا دلوقتي. شايفين شكلها عامل ازاي وهي في الفرن؟ هي كده استوت. هبدأ بقى اطلعها، لكن انا كنت عايزة انشف الصوص بتاعها. هي كده تتاكل تبقى حلوة برضو، بس انا مش عايزة فيها صوص قوي. في نفس الوقت كنت عايزة البطاطس تاخد لون شوية، ولو استنيت عليها شوية وهي في الكيس هتديني النتيجة اللي انا عايزاها دي. بس العيال عندي مستعجلين ومستعجلين على الغدا جدا. قلت هفتح الكيس واشغل لها الشواية شوية.
شايفين البطاطس استوت ازاي؟ استوت لدرجة ان هي تتهرب، وكمان الفراخ استوت حلو جدا. انا كده بقى عشان بس مستعجلة هشغلها الشواية، لكن تقدروا ما تفتحوش الكيس وتسيبوها كمان ربع ساعة في الفرن هتدينا نفس النتيجة. ريحتها تجنن، الزعتر مع الفراخ دي حلوة قوي. وهنا بعد ما طلعتها من الفرن شايفين بقى شكل الفراخ بقى لونها عامل ازاي، والبطاطس بقى، وكنت عاملة كمان معاها رز ابيض، يعني اكلة صحية 100%. بصوا بقى شكلها كمان في التقديم عاملة ازاي. أكلة سهلة وبسيطة جدا، ما خدتش مني أي وقت خالص، وصحية في نفس الوقت. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب أو اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.